ويرمي نفسه في حكم. طيب احنا معانا دلوقتي نقل مباشر من التلفزيون المصري محاكمة المعزول، وطبعا ده تسجيل طبعا زي ما قلنا مش مباشر زي ما صرحوا. جلسة الصبح ودي جلسة المعزول، و131 من متهم من قيادات الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله. وادي سعد الكتاتني، وادي اللي جنبه ده مين؟ سعد الحسيني اللي كان ورا سعد الكتاتني، وهو مبسوط طبعا كالمعتاد، ومكانه الطبيعي طبعا هو عادي واخد على كده، وهو هو بيشاور ولا بيعمل العلامة الإرهابية. وشفت راس صفوت حجازي حرامي محلات الذهب يا دكتور محمد، دي ما كنتش اعرف المعلومه دي على فكره. وادي الارهابي محمد البلتاجي. اين المعزول؟ يعني هم بيدخلوا واحد داخلين واحد ورا التاني اهو. اهو وهذا هو المعزول محمد مرسي العياط بملابس الحبس، يقف في قفص الاتهام. انتوا بتشوف المشاهد دي ازاي؟ يعني بتعلق ازاي على المشاهد؟ اعتقد يعني الناس كلها كانت انا شايف متوقع الفرحه طب احنا هنسمع المحاكمه مع حضراتكم. انت مين عني؟ انت عارف انا فين؟ انا رئيس محكمة جنايات مصر. امر الحالة. بسم الله الرحمن الرحيم. تتهم النيابة العامة كل من المتهمين: 1 محمد أحمد موسى علي، 2 حسام عبد الله إبراهيم الصانع، 3 عاهد عبد ربه خليل الدحدوح، 4 عبد العزيز صبحي أحمد العطار، 5 أحمد عيسى علي النشار، 6 أحمد غازي أحمد رضوان، 7 أسامة فتحي علي فرحان، 8 أنيس حسين منصور وافي، 9 عيسى زهير عيسى دغمش، 10 سمير سعيد شوبير، 11 شادي حسن إبراهيم حمد، 12 مصطفى ناهض مصطفى شهوان، 13 نعيم عوض العبد عبد العال، 14 هارون جمال عبد الرحمن هارون، 15 وليد عادل خليل البطش، 16 بلال إسماعيل محمد أبو دقة، 17 توفيق خميس حامد القدرة، 18 جمعة سالم جمعة السحجاني، 19 حافظ عبد النعيم محمد أبو راس، 20 رائد محمد حسن غيون، 21 رامي حسن علي صمصوم، 22 رمزي زهدي شحدة أبو رزق، 23 سامي فايز أحمد أبو فسيف، 24 نائل عطا أبو عبيد،
25 محمد سمير أبو لبدة. 26 بلال فتحي أبو فخر. 27 وسام علي الخطيب. 28 أحمد ياسين رسرس. 29 عبد الناصر ياسين رسرس. 30 بشير أحمد مشعل. 31 محمد موسى أبو حميد. 32 رامي شوقي منصور. 33 محمد خليل شبانة. 34 ناصر فتحي أبو كرش. 35 حسن سلامة. 36 فيصل جمعة أبو شلوف. 37 تيسير أبو سنيمة. 38 محمد السلاوي. 39 رامي عياش. 40 أدهم أبو ريالة. 41 سعد الله أبو العمرين. 42 سعيد محمد علي الحمامي. 43 محمد فايق جودة. 44 زكريا محمود النجار. 45 إياد صبري عبد الهادي العكوك. 46 محمد عبد المجيد المغازي. 47 رياض محمود بهلول. 48 باسل إبراهيم الدربي. 49 ناصر خليل منصور. 50 محمد سهيل بدوي. 51 محمود رشاد كمال أبو خضيرة. 52 رائف جمال أبو هاشم. 53 محمد لطفي أبو عبيد. 54 نضال سامي البلبيسي. 55 محمود فضل حسين. 56 أشرف عبد المجيد الهمص. 57 محمد خليل أبو شاويش. 58 محمد جمال أبو الفول. 59 ناصر خليل منصور. 60 علي إبراهيم الهمص. 61 رامي أحمد خير الله. 62 أحمد فايز أبو حسنى. 63 محمود فضل حسين. 64 صلاح العطار. 65 محمد جامع محمد محسن معيوف. 66 محمد محسن أبو فخر. 67 أيمن محمود خليل أبو طاهر. 68 أكرم خليل جبر صيام. 69 خميس أبو النور. 70 أكرم الحية. 71 رائد العطار. وجميع المتهمين سالفي الذكر فلسطيني الجنسية. كما تتهم المتهمين 72 عبد الرحمن داوود سيد شربجي. 73 عادل مصطفى حمدان قطامش. 74 محمد محمود عويضة. 75 إبراهيم مصطفى حجاج. 76 السيد عبد الدايم إبراهيم عياد. 77 محمد بديع عبد المجيد سامي. 78 رشاد محمد علي البيومي. 79 صفوة حمودة حجازي رمضان. 80 السيد محمود عزت إبراهيم عيسى. 81 محي حامد محمد السيد أحمد. 82 محمد سعد توفيق مصطفى الكتائني. 83 محمد مرسي عيسى العياط. 84 عصام الدين محمد حسين العريان. 85 أحمد أبو مشهور عوض. 86 سعد عصمت محمد الحسيني. 87 مصطفى طاهر علي الغنيمي. 88 محمود أحمد محمد أبو زيد زناتي. 89 أحمد علي عباس. 90 ماجد حسن زمر. 91 أحمد رامي عبد المنعم عبد الواحد. 92 عبد الغفار صالحين عبد الباري محمد. 93 أحمد عبد الوهاب علي دلة. 94 محمد حسن محمد الشيخ موسى.
95 السيد حسن شهاب الدين أبو زيد. 96 محسن يوسف السيد راضي. 97 ناصر سالم الحافي. 98 صبحي صالح موسى أبو عاصي. 99 حمدي حسن علي إبراهيم. 100 يحيى سعد فرحات سعد محمد. 101 أحمد محمد محمود دياب. 102 أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي. 103 أيمن محمد حسن حجازي. 104 عبد المنعم محمد أمين أحمد طغيان. 105 محمد إبراهيم. 106 أحمد علي العجيزي. 107 رجب عبد الرحيم المتولي هبالة. 108 عماد شمس الدين محمد عبد الرحمن. 109 أحمد إبراهيم بيومي صبرة. 110 السيد النزيلي محمد العويضة. 111 حسن علي أبو شعيش علي. 112 رجب محمد البنا. 113 علي عز الدين ثابت علي. 114 حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور. 115 محمد إبراهيم البلتاجي. 116 يوسف عبد الله علي القرضاوي. 117 متولي صلاح الدين عبد المقصود. 118 إبراهيم أبو عوف يوسف. 119 أسامة سعد حسن جادو. 120 كمال علام محمد علي الحفني. 121 أحمد زايد عبد العال الكيلاني. 122 رمزي موافي. 123 يسري عبد المنعم علي نوفل. 124 محمد رمضان الفار. 125 معتصم وليد القوقة. 126 أيمن أحمد نوفل. 127 محمد الهادي. 128 محمد حسن السيد. 129 محمد يوسف أحمد منصور وشهرته سامي شهاب. 130 إيهاب السيد محمد مرسي وشهرته مروان. 131 طارق أحمد قرعان السنوسي. لأنهم في خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بدوائر محافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية. أولا المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين: 1 ارتكبوا وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص، وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25/1/2011 بأن أطلقوا قذائف RPG وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسلل حين ذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة RPG وجرينوف وبنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومتر، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم، وتوجه 3 مجموعات منهم صوب سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم، وباغتوا قوات تأمين
تأمين السجون آنفة البيان بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها، مستخدمين السيارات سالفة البيان ولوادر قادها بعضهم في منطقتي سجون أبو زعبل والمرج، ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان الخامس والسبعون والسادس والسبعون في منطقة سجون وادي النطرون لدرايتهما بطبيعة المنطقة، فحطموا أسوارها وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها واقتحموا العنابر والزنازين وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا في قتل آخرين، ومكنوا المسجونين من حركة حماس وحزب الله اللبناني والجهاديين وجماعة الإخوان المسلمين وجنائيين آخرين يزيد عددهم عن 20,000 سجين من الهرب. وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وثروة حيوانية وداجنة وأساسات ومنتجات غذائية وسيارات الشرطة ومعداتها على النحو المبين بالتحقيقات. 2. قتلوا عمدا المجني عليه رضا عاشور محمد إبراهيم مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم واقتحام السجون وتهريب المسجونين، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان، وتوجهوا إلى سجن أبو زعبل وما أن ظفروا بالمجني عليه حال تأدية أعمال خدمته بأحد أبراج حراسة السجن، حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا إصاباته التي أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات. وقد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها وتلتها الجنايات التالية، ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر. 1. قتلوا عمدا الجندي أحمد صابر أحمد عاشور من قوة تأمين سجن أبو زعبل، والمحكوم عليه شريف عبد الحليم محمد النجار المسجون بسجن المرج، وعدد 30 مسجونا بسجن أبو زعبل مجهول الهوية لدفنهم بمعرفة الأهالي لعدم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم، و14 مسجونا بمنطقة سجون وادي النطرون الموضح أسماءهم بالتحقيقات مع سبق الأسرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامي في شأن اقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين، وأعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرباعي المدججة بالأسلحة الثقيلة واللوادر والميليشيات المدربة على استخدامها على النحو سالف البيان، وما أن ظفروا بالمجني عليهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوبهم وابلا من النيران الكثيفة من أسلحتهم المتعددة قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات التي أودت بحياتهم، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات. ب. شرعوا في قتل المجني عليهم عيد جابر مروش وإبراهيم محمود عبد القادر وأحمد سعيد عبد الرحمن من قوة تأمين سجن أبو زعبل عمدا مع سبق الإصرار، وقد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج. ج. وضعوا عمدا نارا في بعض المباني الملحقة بالسجون سالفة البيان المعدة لإقامة المسجونين على النحو المبين بالتحقيقات. د. سرقوا المنقولات وصفا وقاقا كان ذلك بطريق الإكراه الواقع على قوات تأمين تلك السجون بأن أطلقوا عليهم النيران من أسلحتهم النارية على النحو الموضح بالاتهامات السابقة
مما ترتب عليه قتل وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة باقي القوات والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات. خربوا عمدا مباني وأملاكا عامة ثابتة ومنقولة مملوكة لمصلحة السجون ومخصصة للسجون سالفة البيان، وهي أجزاء من أسوار السجون وأبوابها وعنابرها ومكاتبها الإدارية ومحتوياتها ومعدات ومنتجات المصانع الملحقة والمعدة لتأهيل المسجونين ومحتويات مستشفياتها وعياداتها الطبية. وقد ارتكبت تلك الأفعال تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى وقتل وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر في الاتهامات السابقة. مكنوا مقبوضا عليهم يزيد عددهم عن 20,000 سجين، بعضهم محكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات من عناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني والإخوان المسلمين، والبعض الآخر محكوم عليهم بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد والمشدد من الهرب من سجون وادي النطرون والمرج وابو زعبل حال استخدامهم القوى والعنف والتهديد والإرهاب ومقاومتهم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتهم، ونجم عن ذلك قتل بعض الأشخاص على النحو الموضح بالتهم سالفة البيان. تعدوا على بعض القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان ذلك بسبب تأدية أعمالهم بأن اعترضوا طريق 3 من ضباط الشرطة وأحد الأمناء، وهم محمد مصطفى الجهري، شريف المعداوي العشري، محمد حسين سعد، وليد سعد الدين، المكلفين بتعزيز الخدمات الأمنية لتأمين حدود البلاد من تسلل العناصر الإرهابية، وقاموا بخطفهم واقتادوهم عنوة إلى قطاع غزة واحتجزوهم بأحد الأماكن التابعة لحركتهم حاملين لأسلحة نارية على النحو المبين بالتحقيقات. 3 أحرزوا بالذات وبالوارية RPG ومدافع رشاشة وبنادق آلية مما لا يجوز في ذاتها وذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم على النحو المبين بالتحقيقات. 4 أحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة محل التهمة السابقة، وكان ذلك بأماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمبين بالتحقيقات. المتهمون من الأول حتى 71 تسللوا وآخرون إلى داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع بأن تسللوا عبر الأنفاق المجهزة لذلك على النحو المبين بالوصف أولا بند 1. ثالثا المتهمون من 77 حتى 21 بعد 100 اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى 76 بأن اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل حرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد
وضرب واقتحام مباني الليمنات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم الأجانب والمصريين وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبالتن هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد وتوفير السيارات والدراجات النارية. وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات. رابعا، 31 بعد 100 أخفى بنفسه محكوما عليهما بالسجن المشدد، وهما المتهمين 29 و30 بعد 100، وأعانهما على الفرار من وجه العدالة بأن وفر لهما المأوى اللازم لإخفائهما وسهل لهما الفرار خارج البلاد على النحو المبين بالتحقيقات. خامسا، المتهم من 81 حتى 13 بعد 100 ومن 20 بعد 100 حتى 30 بعد 100 حال كون بعضهم محكوما عليه والبعض الآخر مقبوضا عليه هربوا من سجون مرج وأبو زعبل ووادي نطرون، وكان ذلك مصحوبا بالقوة وبجرائم أخرى الموضحة وصفا بالبند أولا على النحو الوارد بالتحقيقات. وبناء عليه فإن النيابة العامة تطالب بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين مع الاحتفاظ بحقها بإبداء المرافعة الشفوية حال طلبها. وشكرا حضرتك. اتفضل. رفعت الجلسة.